قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وربي جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأنه مؤمن. وربي جل وعلا يقول عن أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أما الذين ابتعدوا عن المساجد وابتعدوا عن كتاب الله عز وجل فوالله إنهم يشعرون بضيقة عظيمة، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل وعلا يقول في القرآن: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله عز وجل في سورة الأحزاب ينادي أهل الإيمان، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله عز وجل يقول في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من هم؟ أهل الجنة، الله يجعلنا منهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله عز وجل يقول ومن كان في هذه أعمى في الدنيا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يا إخواني الله عز وجل يقول ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والله يا اخوان الانسان بلا قرآن وبلا سنة هو ترى بلا روح، فقد الروح، جسد بلا روح. الله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شيخ نايف الله عز وجل قد سمى هذا القرآن نور. الله عز وجل يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله عز وجل قد سمى أيضا هذا القرآن نور وأخبر أن الله عز وجل أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال الله ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.